رحنا النهاردة نجرب مطعم الشواية اللي عامل قلبان في كامب شيزار، وطبعا كان لازم نطلع نقعد في القعدة العربي عشان المود يكمل ونقعد براحتنا. جربنا من عنده اللحمة الحنيز اللي هو اتشهر بيها، وطالما لحمة حنيز يبقى لازم طبعا رز بخاري. الحناز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه. كل وجبة بيطلع معاها جرجير وبصل وليمون وصحاوق وطحينة، وطبعا الرايب كان أساسي عشان نهضم الجريمة دي. تعالوا بقى نتكلم عن اللحمة اللي هم مشهورين بيها. اللحمة كانت دايبة جدا ومستوية والتتبيلة فيها مظبوطة قوي، والميزة كمان ان كل الطباخين اللي هناك يمنيين، يعني هتاكل اكل من اهل بلدك. عرفت كمان ان هما بيستخدموا لحم جدي صغير، عشان كده اللحمة بتطلع مستوية كويس ودايبة وطعمها تحفة. بجد كانت تجربة مميزة جدا، واكيد مش هتبقى اخر مرة. اسيبكوا بقى عشان نشوف اللحمة بتقول ايه. ممكن تديني حنيزية بقى؟ عايزه حنيزايه؟ اه. مني انا؟ اه.